البنات كيف بقيتو لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحيحه الامور مزيان. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت باش نوجد معكم واحد الوصفه اللي هي سهله مهله، اللي هي عباره عن مطيشه. فاش ديروا تصوبوها يعني في الكونجيلاتور، يعني تحتاج في الاوقات ديال رمضان. نمشي دابا ان شاء الله معكم الطريقه ديال التحضير ديالها. بطبيعه الحال كتاخذوا مطيشه كتغسلوها مزيان، من بعد كتاخذوا واحد الطنيجره اللي غادي تصوبوها فيها، حيت كاين اللي ما كيكونش الصراحه عنده الوقت في رمضان. هذه الطريقه جد سهله بالاحتفاظ بها في المجمد، يعني ما كتبغيو تصوبوها الحريره وداكشي كتجبدوها، يعني كتجي معكم سهله مهله. كتشدو كتقطعوها بطبيعه الحال، كتحيدوا لها غير هذا الفوقاني هذا صافي، وتشدو غادي تقطعوها كامله بهذه الطريقه هكا. هي طريقه جد سهله مهله، هذه كتهنيكم انكم تحكوها، كتجي صراحه سهله. غندير ان شاء الله معكم مطيشه، وغادي ندير معكم كذلك كيفاش ديروا تحتفظوا بالتين البرتقال، حتى هو كذلك في المجمد، حتى هو طريقته جد سهله. وعندي ليكم جوج ديال الطرق بالنسبه للتين كيفاش ديروا تخزنوه يعني في المجمد. صافي غادي نكمل انا على هذا الشكل هذا، من بعد نولي نرجع معكم ان شاء الله. شوفوا من بعد ما قطعنا على هذا الشكل هذا، دابا كتضيفوا له واحد شويه ديال الزيت نباتيه، واحد شويه ديال الملح، كتضيفوا لها غير واحد نص كاس ديال الماء، لان اصلا الماء يعني كاين فيها بهذا الشكل هذا. صافي وكديروها فوق البوطه حتى كطيب مزيان. اصلا هي راه دغيا كطيب. نمشي دابا ان شاء الله نصوبها، من بعد نرجع نوريكم كيفاش جات ان شاء الله. معكم المكون الثاني على ما طيبنا مطيشه ديالنا. عندنا واحد المهم الكميه اللي بغيتو نتاع البرتقال. غنوريكم جوج طريقات باش تحتفظوا به في المجمد. قلت لكم عندنا جوج طريقات نتاع التحضير ديال البرتقال. المهم كتشدوه كتقطعوه هكا على جوج. نوريكم الطريقه دي، الطريقه الاولى صافي كتشدو كتعصروه. الا كان عندكم هذيك ديال الضو، العصاره ديال الضو، يعني غتسهل عليكم المأموريه. صافي كتعصروه عادي. من بعد ما كتعصروه كتشدوه كديروه في الميكات نتاع البلاستيك صافي، وتحطوه شي شويه على ما كيجمدوا مزيان، عاد كتوليو ديروهم عاوتاني في الكونجيلاتور باش ما كتلاصق لكمش وحده مع وحده. يعني الطريقه جد سهله وفي نفس الوقت كتستغلوا الوقت كامل. المهم انا غادي نكمل على هذه الطريقه، هادشي هذا كامل اللي عندي ديال البرتقال. نولي نرجع معكم ان شاء الله نوريكم الطريقه الثانيه عاوتاني كيفاش ديروا تحتفظوا بها، الا بغيتو هكا او هكا اللي بغيتو. الصروف يعني القياس اللي بغيتو كديروا هكا في ميكا، كتحطوه في الصينيه كتستفوه كامل بحال هكا على ما كيترصى شويه ويجمد، من بعد عاد كتستفوه في البلايصه ديال المجمد ديالكم. المهم انا غادي نمشي عاوتاني ان شاء الله نصوب معكم الطريقه الثانيه حتى هي جد سهله.
كما كتشوفوا انا صبغتكم قطعت لكم وحده كما كتشوفوا على الشكل. كتنقيوها عادي، كتحيدوا هذاك العظيمات اللي كيكونوا هنا في الوسط باش ملي كنطحنوا ما كيجيكمش مر. كتقطعوا طريفه غنصوب معكم. يعني الطريقه اللي بغيتو ممكن ديروها، ممكن ديروا هذه، ممكن ديروا طريقه اخرى اللي كتعصوا فيها، بجوجهم مزيانين. تحاولوا تحيدوا هادشي هذا لان الا خليتوه غادي يجيكم مر. كتشدو كتقطعوا على هذا الشكل هكا دوائر. كديروا الكميه هادشي اللي عندكم كامل وكتستفوا على هذا الشكل هكا في شي صينيه، كتدخلوه المجمد كتخليوه حتى كيجمد مزيان، بعد كتشدوه كتفرقوه وكديروه في الميكات. يعني طريقه جد سهله. كتحاولوا تحيدوا ولا كشفتوا شي عظومه ولا شي حاجه بحال هكا تحيدوه، تخليوش فيه العظومه، الا خليتو فيه العظومه غادي يجيكم مر. صافي على هذا الشكل هذا. المهم انا نكمل الكميه ديال اللي عندي كامله ونرجع معكم. من بعد ما صوبنا على هذه الطريقه هكا كما كتشوفوا، دابا غادي ندخلوا المجمد حتى كيجمد مزيان باش كتجيكم ساهله ديروا الكميه اللي بغيتو في البلاستيكه. صافي دابا غادي نمشي ان شاء الله ندير هذا الشيء هذا، من بعد نجي نوريكم المطيشه ديالنا راه طابت كيف جات. شوفوا البنات، من بعد ما طابت المطيشه ديالنا على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا هانتوما، دابا ممكن تطحنوها في الميكسور. اللي عنده الميكسور ممكن يطحنها، اللي ما عندوش ممكن يطحنها بديك الطحانه نتاع اللي كطحنوا فيها البصاره. انا غنطحنها ومن بعد نرجع معكم، ولكن ما نطحنهاش دابا، نخليها شويه حتى تبرد لانها سخونه. من بعد نرجع معكم ونوريكم كيفاش جات. البنات المطيشه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا من بعد ما طحناها. دابا كتشدوها وكديروها في طبيعه الحال في ميكا، كتكونوا دوبلتو داك البلاستيكه على هذا الشكل هكا وكتخويوها. صافي هانتوما كتشدوها وكتخدموها، كتخليوها تبرد شي شويه عاد كديروها في المجمد، كتكون باقا سخونه وكتحتفظوا بها. كما كتشوفوا داك الكميه اللي درت معاكم كتعطيكم 3 ديال الميكات، كتجي حمراء فنه. نمشي دابا معاكم نوريكم كيف ديروا عاوتاني كذلك البرتقال ديالنا كذلك. من بعد ما جبت هانتوما على هذا الشكل هكا دابا كذلك كتشدوه كديروه في الميكات البلاستيكيه. نتمنى هاد الوصفات يعجبوكم. انا كنشارك معكم اي حاجه يعني صيدها، يعني تكون
بسيطه. صافي تكملوا على هذا الشكل هذا حتى كتساليو داك الكميه اللي عندكم كامله. المهم انا غادي نسالي الكميه اللي عندي كامله ومن بعد نوضع معكم. شوفوا البنات التحضيرات ديالنا ان شاء الله وجدات على هذا الشكل هكا. نتوما صافي كتخليوهم هكا ومن بعد كديروهم في الكونجيلاتور. نتمنى الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وديروا جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع اهل والاصدقاء ديالكم باش يوصلكم كل جديد. الى الملتقى ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.